حافظ عبد الرحمن موسيقار سوداني. ولد حافظ في مدينة نيال العاصمة لولاية جنوب دارفور، وبدأ بالعزف في سن مبكرة مستخدما الناي. تعتمد موسيقاه على آلة موسيقية واحدة هي الفلوت، وبدأ بالعزف عليها لأول مرة عام 1981 للميلاد. كانت بداياته في التلفزيون خلال منتصف السبعينات من القرن العشرين، حيث استخدمت مقطوعته الأولى المرفأ القديم شعارا لبرنامج دينجا بينجا الذي كان يعرض للإعلامي السوداني محمد سليمان على تلفزيون وإذاعة أم درمان. درس الموسيقى والدراما في جامعة السودان، وحصل على الماجستير في تخصص الموسيقى الآلية. من أشهر مقطوعاته الأيام الخالدة التي نشرت في ألبوم يحمل العنوان ذاته، والذي قامت بتوزيعه عالميا شركة أمازون الأمريكية، وهو بذلك أول ألبوم سوداني بموسيقى سودانية أصيلة على أمازون. استخدمت موسيقاه في عدد من الإذاعات حول العالم كإذاعة BBC، صوت أمريكا، ومونت كارلو. كما سبق له أن قدم فواصل موسيقية على مسرح مركز كينيدي في واشنطن. وكان الموسيقي السوداني الوحيد على المسرح، وعادة ما تركز موسيقاه على إنسان السودان البسيط وتعبر عن أشجانه الخاصة. ألف ما يصل إلى 81 مقطوعة موسيقية على آلة الفلوت بكافة أنواعها، من أشهرها حتى نلتقي وبين الذكرى والشجن وإيقاع الجبل. وهو يحاول عبر آلة الفلوت أن يوصل إلى مستمعيه الشجن الفطري للإنسان السوداني، ويعتبر عازف ذو ثقافة واسعة ويمتلك مهارة ملحوظة في الخطابة. وقد مثل السودان في عدد من المحافل العربية والعالمية. توفي في 21 من شهر يوليو 2023 للميلاد.